بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل القيم بتاعت المعادلة المثلثية. أنا عندي الجا بتساوي الجتا لزاويتين مختلفتين وحدتين مجموعهم 90. وطب فهنا جا بتساوي جتا ق بتساوي ق، يبقى مجموع زاويتين 90 حدتين موجبتين. أوجد قيم خلي بالك كلمة قيم مش كلمة واحدة في الحالات الآتية، بس هو محدد لك الربع الأولاني. فهنا قتا س زائد 15 بتساوي ق 42، فاحنا عايزين هنجمع الزاويتين س زائد 15 زائد 42 بيساوي 90، هنطلع س هتطلع ب 2 33. طيب عايزين نعملها على الحاسبة. طبعا أنا عندي قتا إيه؟ القتا عكس الجا، عشان الجا عكس قتا، فهنضغط على الساين هنكتب س زائد 15، س اللي هي اكس، ادي شيفت وفتحة القوس زائد 15، ادي ال 15 هنيجي في القوس هنضغط على اكس اس سالب 1 عشان نجلبها المقلوب بتاعها عشان دي قتا، نضغط على الساين. طيب عايز اكتب يساوي زي ما اتعلمنا شيفت كالك. طيب انا عندي هنا القا عكس الجتا، طيب هنضغط على الكوزين الاول وبعدين نجلبها. كوزين 4 2، ادي 4 2 هنقفل القوس ونضغط برضو على اكس ماينس 1 اللي هي دي. طيب ما نضغطش على يساوي خلاص بقى، احنا اتعلمنا هنضغط على شيفت كالك. موجود الرقم اللي موجود مالكش دعوه بيه، انت هتضغط على يساوي. فلما نضغط على يساوي اهي جالت لك 33، فالاجابه فعلا 33. طب ممكن نسالها سؤال تاني، قول لها انت بتقول لي قيم شيفت كالك 50 مثلا، يعني اختار زاويه في الربع الاولاني وقول لها يساوي. شوف الحاله يطلع ايه. لا دي 550، لا 50 بس 50 اهي، ونضغط على يساوي. إذا أصرت على 33 يبقى هو ده الحل. جابت قيمة تانية يبقى هتخش على ربع تاني، لأن أنت عارف إن الجا والجتا لا مصممة، يبقى هي 3 وكام؟ 33. طيب تعال نشوف برضو مسألة تانية. نشوف دي كمان. 2 جتا باي على 2 ناقص ثيتا زي جذر 3، وثيتا موجودة في صفر مفتوح و2 باي. أولا خلي بالك لو مليتها لها المعادلة دي هتطلع لك قيم تانية، لان 90 ناقص ثيتا هتطلع لك قيم تانية غير اللي احنا عايزينها. فانت هتبسطها لها شويه معلش، يعني انت عارف ان جتا 90 ناقص ثيتا هي جا ثيتا اهي، يبقى احنا هنمليها المعادله دي 2 ساين ثيتا بتساوي ودي الجذر الناحيه الثانيه افضل. تعال نقولها كده على الحاسبه، ادي هنا ادي 2 وبعدين ادي ساين ثيتا، طبعا هنضغط على الشيفت قصدي الالفا مع فتحه القوس وهنقفل القوس وبعدين يساوي اللي هي الفا كالك، وبعدين هنقول له سالب جذر 3 سالب ادي الجذر وادي التلاته. كده كتبنا المعادله زي ما هي. هنضغط زي ما اتعلمنا بقى على شيفت كالك يساوي شيفت كالك. هقول لك على شيء، لو قلت لها شيفت كالك يساوي هتختار لك هي بمزاجها. انت عارف ان الجا سالبه في ربعين، في الثالث والرابع صح؟ مليها زاويه في الربع الثالث، يعني نقولها هي 200 مثلا، يعني الربع الثالث اهو اكتر من 180. هتقول لك لا هي مش 200، انتظر. هتقول لك لا 240، ادي 240. طيب انت برضه هترجع تختبرها تاني شيفت كالك. نختار لها الربع الثالث، نقولها مثلا 350، الربع اسف 350، ما هي دي ربع اهو. هتقول لك لا مش 350، هتقول لك كام؟ انتظر. 300 اهي. حتى انت لو اختبرتها شيفت كالك الربع الثاني 120 هتصمم على الشغل بتاعها. بص لا هتقول لك 300. فهي اجابه الحل او مجموعه الحل 240 و 300. اشوفكم في فيديو اخر.